السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل اللبن الرايب. اللبن الرايب بيتعمل إزاي؟ بجيب طبق اللي هو الفخار اللي زي ده، غسله ومنضفاه، وبجيب كيلو لبن لبن جاموسي، يعني من حد موثوق منه، مش لبن معلب. وبحطه في الطاجن بالشكل ده. ده كيلو لبن. بعد كده بعمل ايه؟ بغطيه وهحطه لتاني يوم ان شاء الله، وهنشوفه هنلاقيه بقى اللبن الرايب. طريقة بسيطة جدا. هعمل ايه باللبن الرايب؟ هنعمل بحاجات كتير. ممكن اكل لبن رايب، ممكن اعمل منه معجنات. هنشوف هنعمل بايه ان شاء الله لما يتروب وكده. هسيبه بقى لبكره ان شاء الله، ونكمل ونشوفه هو رايب. اللبن الرايب اللي انا كنت حطاه امبارح، حطيته وراب اهوت بقى لبن رايب، وعليه طبقة قشطة كبيرة جدا. طبعا اللبن الرايب ده مفيد جدا للمعدة. اولا القشطة اهيت، ممكن اخد القشطة، اشيل القشطة واستعملها في الفطار مع مربى. اخليها احطها على وش اي معجنات. واللبن الرايب افطر بيه، اتعشى بيه. ممكن اعمل باللبن الرايب معجنات، بيبقى طعمها وريحتها جميلة جدا. جبت طبق اهوت، واشيل الوش اللي هي طبقة القشطة اللي موجودة على اللبن. وبعد كده ان شاء الله هستعمل اللبن الرايب في عمل معجنات. انا النهاردة هعمل معجنات، وهعمل اللبن الرايب بالمعجنات، وممكن اخد جزء منه وافطر منه. شلت طبق قشطة كبير جدا اهوت من على وش اللبن، واللبن الرايب اهوت قدامي رايب وجميل، جميل جدا. وعندي انا العبوات ديت بوضحها لكم، عبوات صغيرة. ممكن اللبن وانا جايباه افرغه في العبوات الصغيرة دي على قد الاكلة، ويبقى جميل جدا موجود في البيت نفطر بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.